السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع ملك الأجهزة محمود عباس. وعدتكم اللي أنا هعمل قنبلة وفرن كل الناس كانت بتطلبه، كل الناس كانت عايزة فرن مقاس صغير يتحط في الأماكن الصغيرة. ناس كتيرة على فكرة جدا كلمتني عن المقاس الصغير 60 سنتي، عشان مفيش أماكن عندهم ولا في بلكونة اللي هم يقدروا يحطوا الفرن عندهم كمان. وممكن يبقى ناس عندها مثلا مكان بس عايزة تحطه في المطبخ، عايزة تحطه في مكان صغير محدد ليها. أنا عملت لكم المفاجأة اللي كنت بقول لكم عليها، وعدتكم والحمد لله وفيت بوعدي. كمان كانت ناس عايزه برفين، فرن برفين، الحشاش كله بيعمل رف واحد، نار من الجوانب او نار من فوق، كله كان بينزل الستايل واحد، ما كانش بينزل حاجه غيره. عملت برضو اللي انا قلت لكم عليه، اللي احنا هنعمل حاجه محترمه. النهارده معايا اصغر فرن يعتبر في مصر، مفيش فرن تقريبا في مصر بنفس العرض اللي احنا هنتكلم عليه او العمق او الارتفاع اللي احنا شايفينه. هنتكلم عن كل المواصفات عشان هو طبعا مختلف شوية عن التصميم القديم، انما احنا عملنا حاجة ناس كتيرة طلبتها مني، عشان كده كل الارقام اللي هتظهر على الشاشة تواصلوا معايا على الواتساب. الناس اللي كانت بعت لي رسائل، الرسائل اتمسحت سامحوني، فكل الناس تتابعني وتكلمني عشان ابعت لها الفرن اللي كانت طالباه. النهارده معانا فرن الحشاش بالشكل الجديد، الميني او السمول او البيبي زي ما بيقولوا عليه في المصنع، مسمينه هناك فرن البيبي الصغير، بس احنا هنقول طبعا ميني فرن مش هتلاقيه في اي مكان في مصر غير عند ملك الاجهزه. الحمد لله احنا لما بننزل حاجه طبعا بنبقى سابقين كل الناس. هات لي فرن في مصر بنفس المواصفات مش هتلاقي، هات لي نفس الفرن عند اي تاجر في مصر او في اي مكان مش هتلاقي غير عند ملك الاجهزه. اول شكل بينزل عندنا، وبعد كده هنوزعه باذن الله على العملاء بتوعتنا، وهنغرق مصر كلها افران الحشاش. تعالوا نشوف الشكل الجميل، وهل طيب معاه حاجه جديده او حاجه، كل حاجه هعرضها لكم. بس قبل اي حاجه انا جايب المتر بتاعي عشان نشوف المقاس بتاع الفرن. اول حاجه ارتفاعه، يعني طبعا هو مش هيظهر في الفيديو بس طبعا لازم تبقوا واثقين في كلامي اللي انا كلامي صح. ادي ارتفاعه، هو انا هحطه على فليزر، ارتفاعه بالظبط 57 سم من على الارض. لو حطينا عجل هيوصل حوالي 2 سم، 62 سم او 63 سم. وممكن ما تحطوش، ده اصلا مخصص اللي هو يتعمل على الرخام. ممكن اعمل لك كمان كعب السلس غير الكعب العادي بتاع الفرن، يبقى شكله جمال اكتر لو هيتحط على الرخامه. اي حاجه انت عايزينها انا هعملها لكم. عرضه قد ايه؟ ادي العرض بتاعه 60 سم بالظبط اهو، 60 سم بالظبط. ادي العرض بتاعه كله 60 سم. العمق بتاعه 44 سم. المقاسات انا بقولها عشان انا بتعب من الناس اللي بتقعد تسالني على المقاسات. العمق بتاعه 44 سم او هنقول 45 عشان المقبض اللي طالع بره، فهو 60 في 45 في ارتفاع 57 سم. طب من الشكل من جوه هنقيس دلوقتي البلاطه بتاعته، بس الاول هنفرجكم عليه عشان نشوف افضل شكل للفرن. اتفرجوا يا جماعه، يا رب يبقى ظاهر. هنقرب طبعا الكاميرا عشان اصوره لكم من جوه تبقى شايفين عامل ازاي. اول مره يتعمل رف في فرن الحشاش، ناس كتيره كانت بتطلب عايزين رف يا استاذ محمود للفرن من جوه. عملت لكم انا دلوقتي الرف، نار من فوق ونار من تحت، هتقدر تسوي حاجه تحت وتطلعها فوق، تاخد الوش اللي تتحمر الحاجه، عيش، اي حاجه انت هتعملها دوت الشكل يعتبر المبدئي ليه. طب حاجه معاه تاني، حاجه تاني احنا عملنا حاجه جميله خالص، مطرحه صغنونه بدل شكل السيخ، عملنا حاجه جميله هي هتبقى معاه. وطبعا الكتيب بتاعه او اللاكور بتاعه موجود، ومطرحه خشب هديه من ملك الاجهزه للفرن عشان ست البيت تخبز وهي مرتاحه. تعالوا بينا نشوف الشكل الجديد. ما تنسوش دعوه لينا لملك الاجهزه. رجعنا تاني عشان نتكلم عن مواصفات الميني فرن او الفرن الحشاش، اصغر فرن في مصر حاليا. الفرن طبعا بيتكون من كذا حاجه، لازم طبعا هنشرحها حاجه حاجه عشان نبقى واضحين. اول حاجه هو هيجي لك في الكرتونه الصغيره اللي في الارض دي، كرتونه معموله مخصوص للحجم ده، غير طبعا شكل الكرتونه الصفراء اللي كانت بتنزل. اول حاجه طبعا عليها اللوجو بتاع الحشاش، طبعا الطباعه الرسميه للمصنع بتاعنا، طبعا دي حاجه اساسيه مكتوب عليه صنع في مصر، ما كانتش بتتكتب على الافران القديمه. المقبض الاصلي بتاع الحشاش،
شركه الحشاش للمنتجات المعدنيه، واللوجو بتاع ملك الاجهزه طبعا عشان ده هيطلع من خلالنا. اول حاجه عندنا مقبضين صغيرين اصغر شويه من المقابض الثانيه، مخصصه طبعا طالعه من مصنع الحشاش. الدهان السكراب الرمادي اللي شكله جميل، واخد كل الفرن من الجوانب ومن فوق، وطبعا الجانب اليمين كمان. عندنا نفتح الباب ونقول بسم الله. المطرحه الخشب اللي قلنا هتبقى هديه مع الفرن. عندنا اللاكور بتاع الانبوبه والكتيب بتاع الفرن. الشكل الجميل جدا للمطرحه الصغيرونه اللي معموله مكان السيخ، عشان لو هناخد اي حاجه عيش ولا اي حاجه نطلعها فوق تبقى بسهوله، معموله هديه من ملك الاجهزه للي هياخد الفرن. كمان الفرن اهو عندنا المساحه من جوه بتاعته يعني بالظبط من هنا حوالي 52 سم، في جوه بالظبط جوه حوالي 44. نقيسها طيب ونشوف الدنيا فيها ايه. جبنا المتر اهوت، ادي قسنا البلاطه عرضها من جوه 50 سم، قد الفرن اللي كان ال 73 او ال 75 البلاطه بتاعته كانت 50 سم. العمق بتاعنا هنا قد ايه؟ العمق بتاعنا 40 سم زي ما انا قلت لك، يعني البلاطه من جوه 50 في 40. شوف بقى انت بتعمل عيش قد ايه، الصينيه بتاعت حضرتك محطوطه عندك بتبقى قد ايه، ممكن نشيله بقى صينيتين صغيرين، صينيه واحده، رغيف كبير، 4 رغيفه صغيرين، رغيفين، حسب اللي انت هتستخدميه. البلاطه طبعا معموله البلاطه المخصصه للتصدير، دي مش البلاطه المينا، دي بلاطه حديد عاديه بس واخده شكل جديد، حاجه معموله دي بتطلع للتصدير فقط. معموله معنا شبكه حديد مطليه ماده المينا، النار بتاعتها اهي. لو انتوا طبعا عايزين تشوفوا فيديو باذن الله في اخر الفيديو هينزل فيديو ليه وهو شغال، كان تجربه ليه في المصنع. النار بتاعته من تحت تقدر تسوي فيه اللي انت عايزه على البلاطه بتاعتك اللي هي ال5 مللي، حاجه طبعا محترمه، وتقدر تطلع على الجزء فوق لو انت محتاج تحمر الوش تستخدمه. الجناب كلها مينا، والسقف بتاعنا مطلي ماده المينا، يعني عندك الجناب هنا طبعا بعازل حراري مينا، مينا فوق وماده المينا في السقف. الشبكه بتاعتنا مطليه مينا هنا بس، والظهريه اللي هي صاج مجلفن طبعا ده الظهر. اما هنا البلاطه بتاعتنا بلاطه مخصصه للتصدير. فرن واسع جدا، الفرن ما فيهوش غلطه، حاجه جميله جدا. نبص برضو على الشكل الخارجي ليه ونشوف موضوع اللاكور الجديد. عندك الشكل اهو طبعا صاج مجلفن، الاصدار من شركه الحشاش طبعا اتكلمنا عليه قبل كده السيريال بتاعه. عندنا اللاكور بقى هنا كان الاول بياخد زاويه 90 درجه لبره كده، لا ده محطوط على طول ايه، طالع على طول من الفرن. هنوصل الخرطوم فيه ونربط بسهوله خالص ويشتغل معانا على طول. بنركب اللاكور مش بنركب منظم، بنركب اللاكور اللي انا ببعته لك مع الفرن ويشتغل 10 على 10. ممكن كمان ناس تطلب منه قاعده، احنا لسه ما عملناش قواعد اللي هو ترفعه من على الارض، لو انت عايز نعمل له قاعده ممكن برضو باذن الله على الاسبوع الجاي نوفر له قواعد. انما هو ما فيهوش ولا كلمه، حاجه سيمبل جدا صغيره تقدر تتحط على الرخامه، احسن 100 مره من الفرن. النهارده الكهرباء والتكلفه الكهرباء غاليه، لا الفرن معانا حاجه جميله جدا، شيك محترم. شكله في المطبخ مش هيبقى سيء، بالعكس هيبقى شكله شيك جدا. نقدر نعمله نخصص له مكان في المطبخ واحنا بنجهز طبعا عروسه ولا حاجه لسه في الاول، ممكن تخصص له مكان يتحط في الفرن، حاجه شيك. عايز اللون اللي انت عايزه انا اقدر اوفره لك، عايز الاسود في نحاس، عايزه ستانلس انا اقدر اعمله لك، يتوفر لك. ما تقلقش من اي حاجه، اي حاجه انتوا عايزينها باذن الله ملك الاجهزه وشركه الحشاش مش هتتاخر عن اي حد. الفرن دوت من زمان التصميم كان موجود، وكنا طبعا بنستنيين الشكل النهائي ليه، والحمد لله اتعمل. انا ما رضيتش اجيب منه اللون الاحمر، كله بيحب الاسكراب وبيحب الشكل اللي شبه الجرانيت، فاحنا وفرنا الحمد لله اللون اللي انتوا عايزينه نقدر نعمله. عايزه ستانلس جولد اعمله، ستانلس فضي نعمله، اي حاجه انتوا عايزينها باذن الله. طب سعر الفرن كام؟ سعر الفرن 2000 جنيه حاليا، الاسعار متغيره. سعر الفرن دلوقتي 2000 جنيه، يعني انا بوفر لك على المقاس الصغير حوالي 800 جنيه ولا 750 جنيه، فده سعر الفرن 2000 جنيه. سعره لقطه، سعر بالخامات دي النهارده مش هتلاقي في السوق حاجه بالجوده دي والمقاس دوت بالسعر ده. سيبك من الشغل الشعبي، شغل الورش حاجة تانية خالص يا جماعة، ملوش علاقة بمصنع الحشاش والمنتج بتاعنا. سعر الفرن 2000 جنيه، شحن متاح لأي مكان، وطبعا شحنه طبعا هيبقى حاجة بسيطة بإذن الله، مش زي الأفران التانية ممكن يبقى 100 جنيه يعني بحد أقصى إن شاء الله.
ان شاء الله اي حاجه عايزينها يا جماعه، حساباتي موجوده اسفل الفيديو. القناه بتاعتي هيفوتك كتير إن مش بتتابعني، كل حاجه بننزلها جديده ان شاء الله. دعواتكم لينا، شهر رمضان على الابواب، ربنا يبلغنا رمضان جميعا. وده كان عنا يعني مأخره مخصوص عشان يتعرض باذن الله قبل رمضان، عشان كل واحد يعمل فيه حاجه جديده، يدعي لنا دعوه كده ربنا يتقبل منا صالح الاعمال. كل سنه وانتم طيبين. دعواتكم الملك الاجهزه محمود عباس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.